عشان انا وهو نقعد ناكل ونحكي مع بعض ونفهم بعض وناخد وندي والكلام ده كله، وهو افاجئ ان هو لها في الاكل وجام وتكرع وشرب الساجة والحلو والدنيا تمام. يعني انا مش فارقه بالنسبه له، انا ما فرقش بالنسبه له. ما حدش لو سمحت. وصارت يعني مامتها بتقول لي هي عندها حاله نفسيه جوه في الاوضه وقافله على نفسها، ادخلي لها. قلت لها ما ينفعش ادخل لها، سيبيها يومين ثلاثه تهدى وترجع تفكر بالعقل كده وترسى، لان الانسان وهو ساير ما بيعرفش يفكر. سيبيها براحتها، مش اختيارها، مش هي اللي قالت انا اتجوزه، مش هي اللي وافقت عليه وعارفاه وكانت كذا وكذا وكذا. قالت لي ايوه والله يا حاجه، ده معاها في الشغل يا اختي والكلام. قلت لها خلاص، انتوا عملتوا اللي عليكم، اتدخلتوا بالخير وفضلتوا تراضوا، ما ينفعش. والولد ما عندوش غلط، ايه يعني جعان غصب عنه كل، اعتبروا بيت اهله وكل. هي فيها ايه المشكله يعني؟ لو اخوها وعمل القصه دي كلها هتزعل الزعل ده كله وتقول؟ وراحت الادهى والامر المرة منهارة بسبب حاجة أوسخ من كده. بنتها جلعت الذهب وراحت حطته في العلبة وقالت له اتفضل ذهبك اهو. لا، مش اللي في بالكم خالص. الذهب الولد خده، الولد أخد الذهب معاه، ما سابوش. ده يدل على كمان انه مش شاري، يعني مش مثلا سابه او مثلا خد يا حاجه خليه لما بنتك تهدى. لا، ده هو اخد الدهب. ما صدق البنت حطت الذهب على السفره قدامه وراح خد الذهب ومشي. يعني الواحد يعني لو حاول يعدل او يحل او مثلا يوفق. طب ازاي؟ لا، ما ينفعش انك تاخد الدهب في الوقت ده، لا ما ينفعش. خطيبتك سايرة متضايقة منك، عندها كانت عشمانة تقعد انت وهي تاكل له، اصبر يا اخي خلاص يعني مش التفاصيل وصل، لا انت يعني صبر 10 ساعات، خليهم 10 ساعات ونص، ما يجراش حاجة. انا عن نفسي ضد الموقف ده. ايوه ازعل، ازعل جدا كمان. وحقها انها تصور وتغضب، لكن وانت مش من حقك انك تاخد الذهب. ان كنت بتحبها وخايف عليها وباكي على العشرة بينك وبينها، كنت تمسك الذهب من وراه. خد يا ماما لمامتها، خلي الذهب معاكي لغايه البت متروك، خطيبتي متروك او حبيبتي متروك او زفت الطين متروك. وبعدين ايه اراضيها والكلام ده كله. لكن اللي حصل من الاتنين، بس هي مش غلطانه، هي 80% مش غلطانه، لكن هو 100% ومليون في المية غلطان. معايا الجوازة تستمر ولا تتفشكل؟